السيد الأمين العام والوفد الوافد والسلطات الأمنية وكل الضيوف لإحياء هذا اليوم المقاولاتي الأسبوع على مدار أسبوع تنفيذ لتوصيات السيد رئيس الجمهورية وكذا الوزارتين المعنيتين بالخصوص، ولا ننسى شركائنا الاقتصاديين والاجتماعيين. نبدأ بالإنجازات قسمناها على 3 محاور كما وصلت إليه السياسة الرشيدة للحكومة، وهو قطاع الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقوي. فهذه بعض براءات الاختراع فيما يخص الأمن الطاقوي تم إنجازها من طرف تلاميذ الماستر فيما يخص ترشيد عملية إنتاج آبار البترول. أقدم هذه البراءتين اختراع عبارة عن براءتين اختراع، والمتمثلة في تثمين المخلفات النباتية الزراعية بصفة عامة وتحويلها إلى منتجات اقتصادية مثل الحليب. أولا قمنا بتصنيع الحليب انطلاقا من المخلفات الزراعية. الحليب نعرف أن الحليب هو صناعي، والآن قمنا بصناعة الحليب عبارة عن حليب طبيعي من المخلفات النباتية. وتتمثل البراءة الاختراع الثانية بتحويل هذه المخلفات الزراعية إلى بلاستيك حيوي يتحلل طبيعيا في الحرارة وتحول إلى مواد عضوية عوضا البلاستيك الحيوي البلاستيك الذي لا يتحلل. جامعة شهيد حمى الأخضر لها نصيب كبير في النانوتكنولوجي، بحيث تحصلنا على النسخ النهائية للمتحدث والطالب بتاعي رضا مسعي. لدي براءتين اختراع من المعهد الوطني، وبعد امتحان 24 شهر تحصلنا على نسخة نهائية تعتبر الأولى يعني في بين الجامعات. هذه التقنية هي البلازما هي الحالة الرابعة للمادة، لأن معروف لدينا 3 حالات، استعملت الحالة الرابعة فقمنا بإنتاج النانو تكنولوجيا ومن ثم تطبيقها على المنتوجات. أعتقد بأنه شيء مهم يدخل في إطار الاستراتيجية العامة التي حددها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي أكد بأن هذه العهدة إن شاء الله سوف تنتج فيها 20 مؤسسة، 20,000 مؤسسة، بين مؤسسة ناشئة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، وهذا مهم جدا. أعتقد بأنه بإمكاننا أننا نحققه بناء على ما لمسناه من إرادة لدى كل السلطات سواء المركزية أو المحلية. ما لمسناه لدى وزارة الاقتصاد والمعرفة، ومن خلالها ما يقوم به السيد مدير الوكالة على مستوى ولاية الوادي والسيد مدير وكالة المؤسسات والخط المشترك، وأيضا كل الفاعلين على مستوى الولاية، وأيضا ما تقوم به الجامعة كشريك استراتيجي وكشريك أساسي وكقاطرة تجر كل عربات التنمية على المستوى المحلي والمستوى الوطني. أعتقد بأنه بإمكاننا أن نصل إلى هذا المستوى ونصل إلى أكثر من هذا المستوى، لأن إرادة الخيرين لا تؤخر، وإرادة الشركاء لا تؤخر، وإرادة كل الذين يحبون الخير لهذا الوطن، وإرادة أيضا الإرادة الصادقة للسلطات العليا في تبني كل الأفكار التي تقدمها أبنائنا وأولادنا.